الرحيم. بهدف ضمان تموين سوق الولاية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتحضيرات لشهر رمضان، سطرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البويرة عمليات رقابية وعملية معاينة على مستوى الوحدات الإنتاجية المتواجدة على مستوى الولاية، وكذا المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في توزيع وتسويق المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. تنطلق هذه العملية انطلاقا من المطاحن المتواجدة على مستوى الولاية المتخصصة في إنتاج السميد الذي يعرف استقرارا خلال الفترة الأخيرة وبكميات تضمن التموين العادي لساكنة الولاية. كما تمس العملية أيضا منتجي وموزعي الزيت المعتمدين لمختلف العلامات على مستوى الولاية، والذين يمارسون نشاط توزيع الزيت والسكر، الزيت الغذائي والسكر، حيث أيضا سجلنا خلال الفترة الأخيرة استقرارا في تموين السوق بهاتين المادتين. كما مست أيضا عمليات المعاينة والمتابعة نشاط الملبنتين المعتمدتين في الولاية أو النشرتين في الولاية بعد رفع حصة الماء كلا الملبنتين من مسحوق الحليب، حيث تعرف أيضا عملية تسويق الحليب استقرارا بكميات كافية بصورة كافية تمس كل بلديات الولاية. تم تغطية كل البلديات باحتياجات الضرورية. النشاطات أيضا التي مستها عملية المتابعة والمعاينة هي عملية تسويق اللحوم الحمراء المستوردة، حيث تم خلال الشهر الفارط التمكن من استحداث نقاط توزيع مست الجهات الأربع للولاية في تقريبا في كل الدوائر، والعملية متواصلة، بالإضافة إلى متابعة تموين الولاية بالخضر والفواكه بمختلف أنواعها، والتي أيضا تعرفت استقرارا في عملية التموين والأسعار. كل هذه التحضيرات تصب في ضمان التموين المنتظم والمستمر بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وأيضا تدخل في إطار تحضيرات لشهر رمضان المبارك لسنة 2024، أين تتم عملية المتابعة بصفة دائمة مع السلطات المحلية للولاية وعلى رأس رؤساء الدوائر، حيث تم اقتراح برنامج لتنظيم 12 سوق جوارية خاصة بشهر رمضان بمعدل سوق على مستوى كل دائرة. عملية التحضيرات مستمرة وتعرف تقدما ملحوظا، حيث تم معاينة لحد الآن أغلب الأسواق، لنمر في المرحلة الثانية إلى بداية اختيار المتعاملين الاقتصاديين الذين سينشطون داخل هذه الأسواق، والهدف هو توفير المنتوجات الغذائية التي يطلبها المستهلك خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.